عادت موجة الإسلاموفوبيا والعنصرية لتتصدر المشهد في أوروبا، فبالموازاة مع حرق المصاحف في السويد شهدت فرنسا حادثة عنصرية تمثلت في إطلاق النار على شاب نائل من أصول جزائرية. قضية مأساوية شغلت الرأي العام في فرنسا وانتقل صداها إلى الجزائر. تنديدات رسمية وحزبية عبرت عن استياء الجزائريين حيال ذلك. إننا في حزب تجمع أمل الجزائر تاج نعتبر مقتل الشاب نائل على يد الشرطي الفرنسي خطأ كبير، وهذا ما أكده بنفسه الرئيس الفرنسي، ولكن هذا لم يمنع من إثارة غضب الجالية الجزائرية التي عبرت بطريقتها طبعا من عملية الشغب التي عرفتها العديد من المدن. يأتي هذا الحدث في ظروف تعرف فيه العلاقات الجزائرية الفرنسية بعض الفتور. حادثة ليست الأولى من نوعها في حق المهاجرين المسلمين المتواجدين بفرنسا. ازدواجية في حقوق الإنسان وفجوة بين المفاهيم وتطبيقها. الغرب الذي طالما تبجح بحماية الأفراد يرتكب أبشع الجرائم في حق الأطفال ويتستر عنها. نرفض يعني بشدة هذه التجاوزات، لكن في نفس الوقت يجب أن تكون ردود أفعالنا حضارية، ونترك للعدالة يعني تأخذ مجراها وتعاقب يعني بالقانون هذا التجاوز الخطير في الحقوق والحرية. لو لم يكن هناك الفيديو الذي بين بوضوح الخطأ العمدي للشرطي ربما كانت القضية يعني تغلق بسرعة. يبدو أن منظري حقوق الإنسان في الغرب لا يعترفون بها إلا عندما تستعمل كسلاح ضد خصومهم، أو عندما يتعلق الأمر بمصالح سياسية، بينما الأمر على أرض الواقع يقول غير ذلك. وما يحدث في فرنسا الآن إلا أسمى دليل.